اول شيء التشكيله يعني ما كانت يعني ذاك الزود القويه. اول حاطين يوسف ناصر هجوم واحد ما ينفع حق الكويت، يبين اكثر من هجوم. وما ادري ايش مشكلتهم مع عيد الرشيدي. المفروض يعني يكون في هجوم مع يوسف ناصر. ان شاء الله 2-0 حق الكويت. الله يعافيك. يا هلا، طبعا احنا جروب الموج الازرق، احنا جروب هدفنا واحد اللي هو نطور المدرج الكويتي ونسوي فعاليات ونحضر مباريات مع بعض. احنا حاليا بكافيه عزمي لبنان بالسالميه، قاعد نحضر المباراه مع بعض مثل ما انتم شايفين. وبس كل التوفيق للازرق، تو المباراه بدت، نقول يا رب ان شاء الله يفوز ازرقنا ويبيضها باذن الله تعالى. النتيجه والله صعبه بما انها برضو عمان، بس 1-0 الكويت يا رب. الله يعافيك. اولا المنتخب بدون بدر وخالد الرشيدي منتخب فاشل، منتخب فاشل. لا تقول لي منه بدر مطوع وخالد الرشيدي يرجع منتخب كما كان. متوقع خساره طبعا، اذا هذا منتخبك بتلعب تشكيله كلها دفاع متاكد خساره. اول شيء كمنتخب ولاعبين يعني غير راضين بالاداء اليوم. نتيجه ثقيله جدا على المنتخب، 4-0 وسبع مرات احنا متاهلين. رسالتي للاعبين او للمدرب، المدرب استقيل بعد هالنتيجه، استقيل، ما تنفع للتدريب. اما اللاعبين اعتبروا المباراه الجايه واللي وراها للنهايه مباراه نهائيه، احنا محتاجين التاهل. لا الصراحة ما توقعتهم راح يلعبون بهالطريقة. عمان ما توقعتهم راح يلعبون بهالنتيجة، لكن خطأ مدرب انه يلعب لي خطة دفاعية واحنا لاعبيننا مو متعودين على الطريقة الدفاعية. بدر المطوع رايك في مباراة المنتخب اليوم، وهل توقعت نتيجة المباراة؟ بداية المباراة تفشل، بداية أقول لك تفشل، ما أقدر أقول لك شيء. ما توقعت أن نخسر 4، كنت أتوقع نفوز 2-1، بس مع المستوى هذا الحين أتوقع حتى ملحق ما نلحق. توقعاتك هل نصعد منه في الأربع الأوائل أو الخامس؟ مثل ما قلت لك إذا مستوانا نفس كذي ما راح نلحق ملحق، خامس سادس. من تتمنى يستدعون حق المنتخب؟ صراحة بدر مطوع قائد زين، وأتوقع بي مع الكويت بيمشي. الله يعافيك. رايك في أداء المنتخب اليوم، وهل توقعت نتيجة المباراة؟ ابدا ما توقعت، انا كنت متوقع يا تعادل يا نفوز 1-0 او 2. الاداء سيء جدا جدا، مستحيل. ما توقعت لهالصورة راح نوصل. انا بعد النتيجة هذه لازم المدرب يستقيل. من تتمنى أن يستدعونه بالتصفيات للمباراة؟ بدر مطوع، كوريا بدر مطوع كابتن صدق. اما يوسف ناصر ثقة ما فيه، في عند بعض اللاعبين ما عندهم ثقة ابدا. هل توقعت نتيجة المباراة اليوم ومستوى المنتخب صار؟ بصراحة لا، ما توقعت النتيجة هذه ولا المستوى الهزيل هذا اللي طلع فيه المنتخب. مستوى سيء جدا، لا تكتيك، لا لاعبين، لا روح، لا أداء، ما في شيء. منتخب عمان كان يلعب بروحه يعني ما